السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض المفتقة بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما انتم شايفين. ايه رأيكم؟ ان شاء الله هنعملها مع بعض وبطريقة سهلة وبسيطة جدا وان شاء الله تعجبكم. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض المفتقة بطريقة سهلة وبسيطة جدا ان شاء الله تعجبكم بدون اي صعوبة، سهلة جدا. ما تقلقوش من اي حد بيخوفكم ان هي صعبة، فهي سهلة جدا ان شاء الله. هنمشي بالخطوات، هنقول المقادير واحنا بنعملها. يلا بينا. دلوقتي يا حبايبي انا معايا 4 كيلو من العسل الاسود، هنلاقيه طبعا عند اي سرجة. انا جبت 4 كيلو هنعملهم ان شاء الله. دلوقتي انا هشغل بس عليها النار، حطها على النار بس ايه هتسخن معانا. يعني انا هبتدي اول ما ابتدي اعملها احطها على النار بس انها تسخن، مش تغلي. فاهمين؟ عشان بس ايه لما نحط الحاجه السخنه عليها ما تفرش مننا. هي يا دوب بس هتسخن عقبال ما احنا ايه نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. دلوقتي انا هنقلها بس وبعد كده نشتغل مع بعض. تمام يا حبايبي، بعد ما حطيت العسل بتاعنا على النار يسخن بس هنشوف بقى نعمل ايه. انا جبت بقى الطاسه بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين. هحط فيهم كوبايتين من الزيت. الكوبايه دي 200 مللي، هحط منها كوبايتين. تمام. ودي كوبايه تانية من الزيت، يعني حوالي 400 مللي. تمام. هسيب بقى الزيت بتاعي يسخن، هسيب الزيت يسخن وبعد كده بقى نشوف هنعمل ايه. كده بعد الزيت ما سخن يا حبايبي هنزل كوبايتين من الدقيق. الكوبايه دي حوالي 125 جرام. تمام. هنزل بكوبايتين، دي كوبايه ودي كوبايه كمان. الحراره بتاعتنا متوسطه. طبعا لازم نحمر الدقيق بتاعنا عشان ما يبقاش طعمه ني كده مع المفتقه بتاعتنا. انا هسويه زي ما بنسوي البشاميل بالظبط، يحمر بس كده. وايه هنشوف بقى ايه بقيه المقادير بتاعتنا. انا هحمره بس يبقى لونه ذهبي كده وهننزل ببقيه المقادير. تمام كده يا حبايبي. انا هنزل برضو بسمسم. ده تمني كيلو سمسم او كوبايه. تمام. انا محمصاه بس برضو هديله تقليبه. احنا نجيبه ابيض برضو ايه نحمصه نطلع منه ايه الصفر. حتى برضو لو جبتيه محمص برضو قلبيه تقليبه كده ان هو تطلع منه الرطوبه برضو. تمام. ومعايا كمان ربع كيلو من السوداني محمص، وبرضو خدته كده تشويحه برضو عشان الرطوبه تطلع منه. طبعا الحاجه بتبقى مركونه عند العطارين او المولة، فلازم برضو ايه نعمل حسابنا ان احنا برضو نديها تقليبه كده حلوه. حمصه كده تحميصه بسيطه كده مع الدقيق. النار بتاعتي على درجه حراره متوسطه، يعني ما نعليش. تمام. واحده واحده كده وعلى مهلك خالص. خلي بالك وانت بتعملي الفتاقه دي عشان ما تتلسعيش، يعني اللسعه منها وحشه جدا. فنخلي بالنا، ربنا يعافينا يا رب. بس كده يا حبايبي بقى ننزل بقيه المقادير بتاعتنا. انا معايا 7 معالق من المغات. ده مغات 7 معالق بالظبط. تمام. و7 معالق من الحلبة المحوجة. هنقلبهم كده مع بعض.
وهنزل كمان ب3 معالق من الكركم، 3 معالق كده مش مليانه، 3 معالق. ونقلبهم كده كده ايه، احنا بنحمرهم كده مع الدقيق. مش قادره اقول لكم بقى، ريحه فظيعه جميله جدا. كده بعد ما قلبتها احمرت كده شويه معايا، هنزل بقى بمعلقه صغيره من الصبغ العربي. الصبغ العربي ده هو اللي بيديله المطه، هنلاقيه برضو عند العطار. افضل حاجه ان انت تجيبيه بودره، عشان هو صعب يعني ان انت تفرميه كده. بس كده. هنجيب بقى العسل بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. كده العسل بتاعي بعد ما سخن يا حبايبي، سخن مش غلي، تمام. هنزل بقى بالمقادير بتاعتي بالراحه خالص. شايفين سهله ازاي؟ مش صعبه خالص. بس كده نقلبها بقى. لازم نعمل في حله كده ألمونيا زي ما انتم شايفين، وتكون عالية مش صغيرة. يعني الكمية اللي انتوا هتعملوها انا 4 كيلو، فجبت اكبر حلة عندي عشان ما تدخلش مني برضو ايه، لا قدر الله تيجي على ايدي او كده. طبعا نعمل حسابنا ما يكونش فيه اطفال معاكي وانت بتعمليها. افضل بقى اقلبها، انا هسيبها بقى تغلي، اعلى عليها عادي. اول ما تغلي فهوطي عليها، تمام. انا بس هستنى تغلي وبعد كده ارجع لكم تاني. دلوقتي يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده غليت. في المرحله دي بقى انا هوطي خالص، تمام. وهفضل بقى استمر كده في التقليب لغايه ما تستوي معانا. احنا ما نسيبهاش خالص، نفضل نقلب فيها لغايه ما تستوي. هقول لكم برضو هنعرف ازاي ان هي استوت، تمام. بس كده. وبرضو للامان ان احنا نقلب بمعلقه خشب للامان برضو، تمام. بس كده. انا هفضل بقى اقلب فيها وهرجع لكم بقى في المرحله اقول لكم فيها ازاي ان احنا نعرف ان هي تستوي. خليكم معايا، ما تنسوناش بقى تعملوا لنا لايك. وحبايبي اللي مش مشتركين واول مره يشوفوا قناتي يا ريت يشتركوا. تمام يا حبايبي. دلوقتي انا بقى ايه، هسيبها بقى ايه، هقلبها، مش هسيبها خالص، هقلبها كده لغايه ما تستوي معايا. وهرجع لكم وقت ما ايه تقرب في السوا، هقول لكم بقى ايه احنا نعرف ازاي ان هي استوت، تمام. خليكم معايا. دلوقتي يا حبايبي زي ما انتم شايفين انا مغطيه عليه خالص، تمام. وبقلب. شايفين الريم اللي على الوش دوت؟ انا مستنيه بقى ان الريم ده كله يروح كده على جنب، ها، وهيختفي بقى معايا واحده واحده. من كل ما يستوي هتلاقي ايه الريم ده بيقل، تمام. كده نعرف ان هي ايه استوت معايا.
برضو انا هرجع لكم في المرحله ان هي خلاص، ان الريم ده كده راح خالص. انا بس حاولت ان انا قلت اوريهولكم الريم ده عشان نعرف برضو. شايفينه الريم كتير اهو زي ما انتم شايفين. انا مستنيه بقى ده الريم ده كله يختفي بس كده. انا برضو هفضل مستمره في التقليب لغايه ما ارجع لكم. وبكده يا حبايبي خلاص المفتقه بتاعتنا استوت زي ما انتم شايفين، مبقاش فيه ريم خالص. ده اللي على الوش ده كده ده السمسم، الكسرات بتاعتنا. تمام كده خلاص استوت. الريم بتاعنا مبقاش موجود، العسل بقى باين اهو. تمام كده ناقص مكون معانا بقى اللي هو ملح الليمون. هحط معلقه صغيره ممسوحه، معلقه ممسوحه من الملح الليمون، او لو مفيش ملح ليمون هنحط ليمونه كامله. تمام. دي في اخر حاجه خالص بعد ما يستوي هنحط الملح الليمون، وبعد كده نقفل عليه. تمام. هنقلبه بقى كده كويس. انا كده خلاص طفيت النار، وكده المفتقه بتاعتنا جاهزه ما شاء الله. ريحتها فظيعه مش قادره اقول لكم. يا ريت تجربوها ان شاء الله تعجبكم. دي بقى طبعا من اكلات الشتاء الجميله، هتدفينا كده. وكمان الاطفال اللي طبعا الامتحانات قربت مفيده ليهم جدا، واللي عندهم انيميا برضو ربنا يعافيهم يا رب. برضو جميل ليهم قوي. تمام. دلوقتي بقى انا هخليها بس تهدى، وبعد كده احطها في البطرمانات ونشوفها مع بعض. وبكده يا حبايبي نكون عملنا مع بعض المفتقه. يا رب وصفتي النهارده تكون عجبتكم. انا صبيتها في البطرمانات طبعا عقمتها كويس، غسلتها كويس، بعد كده عقمتها ازاي. انا شغلت الفرن كده 10 دقايق، وبعد كده طفيته حطيت فيها البطرمانات وكده تكون اتعقمت. تمام. وبعد كده صبيت فيها المفتقه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. خلي بالكم انتوا بتصبوا المفتقه عشان ما تتلسعوش زي. تمام. يلا. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. والحبايب اللي اول مره يشوفوني يا ريت تشتركوا معايا لو عجبكم الفيديو النهارده. تعملوها يا رب ان شاء الله بالخير كده يا رب، وبألف هنا وشفا عليكم. يلا واشوفكم على خير. يلا باي باي.